السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا مش عارفة إيه وجهة نظر أولياء الأمور في إن بناتهم وهم لسه صغيرين نفضل نتنك لحد ما البنت تكبر في السن، وساعتها تقبل بأي حد. واحدة أم عروسة قالت لي نفس الكلام، أقول لها ده العريس فيه صفات جميلة كتيرة قوي. قالت لي لسه بدري، بنت لسه صغيرة، ولما تبقى تكبر نبقى ناخد أي حاجة. نفس الكلام بس بصورة تانية. أب جه لبنته عريس ما شاء الله عليه، مستوى تعليم عالي ومركز عالي، واخواته نفس الكلام، والاب والام نفس الكلام. قال لي عمامه، جبت له عمامه كلهم مراكز عالية. طب خيلانه، جبت له خيلانه. طلع بقى ايه؟ خال واحد منهم سواق. تخيلوا، رفض العريس عشان خاله واحد من ضمن خيلانه كان سواق. طب هو ذنبه ايه؟ ماله هو ومال السواق؟ وفي حد اصلا بيروح لحد يقول لي لا لا ممكن يأثر عليه؟ يأثر عليه ايه؟ ده راجل مركز عالي ما شاء الله، يعني ما هوش اصلا فاضي لا للعمام ولا للعمات ولا للخالات ولا للخيلات. ازاي يفضل يتنك لحد البنت ما تعدي سن ال30 وما زلنا برضه بنتنك؟ فانا مش عارفة هم عايزين ايه. ما هو مفيش حد كامل، مفيش حد كامل. واهم حاجة البني ادم نفسه اللي انت هتناسبه، من احنا ومال خيلانه. ده وجهة نظري انا، الله اعلم بوجهات نظركم انتوا ايه. هل معقول ارفض عريس عشان واحد من خيلانه سواق؟ وبعدين يا جماعة مش كل السواقين بيشربوا، ولا كل السواقين وحشين. ايوه في سواقين وكتير جدا جدا منهم بيشربوا، وسواقين كتير جدا جدا منهم مش بيصلوا واخلاقهم مش كويسة. بس برضو اي مهنة في الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش، ما ينفعش نعمم ابدا. يلا ربنا يهدي ويصلح حالنا وحالكم وحال كل الناس يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.